إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في قراءتنا في هذا الشرح المبارك الدرة الفاخرة في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله. قال المؤلف: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. ثم قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. ثم قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، وبالرضا تضمحل تلك المنازعة، ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمذ. ثم قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه. ويكون باللسان، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. نتوقف هنا على أمل أن ألتقي بكم في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.